جابوني اول شيء لدبي. طلعنا في دبي واحد النهار، سنين الطائره ديال الترانزيت. من بعد طلعنا بطائره اخرى جابتنا للمغرب. فمنين جينا وصلنا للمطار ديال الدار البيضاء. استلموني اربعه ديال الاشخاص. اربعه الاشخاص عصبوا لي عيني في المطار. غير خرجنا من المطار طلعوني ركبوني في واحد السياره، عصبوا لي عيني وكتفوا لي يدي وعصبوا لي عيني. عاد واحد الجاكيت كانت معاهم تما في السياره، وقال لي حني راسك باش ما تبانش الشهاده. قلت له علاش شنو كدير؟ قال لي انت خونا وحنا نديوك غير شي واحد المكان غير باش نزيدو نتاكدوا منك شي امور كذا وهذه شي امور عندنا خاصه كذا. قلت له علاش انا شنو نعمل؟ انا ما عملت حتى شي حاجه. شنو كايدير؟ علاش داير فيها؟ انا بالعكس انا فرحت انا وراه درت واحد سجده شكر في المطار. وراه شافوني اربعه اشخاص. قال لي نوض عمي نوض عمي نوض. شنو كدير؟ علاش سجلة الشكر درتيها في المطار؟ سجده الشكر لان اول ما وباش نقول لك غير باش واخا دخلت للسجن، يعني اعتبرت الحيط. والله القسم اذا الحيط ديال السجن والله الا جاني بحال الاحتضان ديال الام ديالي كونه سجن مغربي. ومنين دخلت للتماره. اول ما دخلت للتماره وراني قلتها له في التماره، قلت لك المحكم ديال التماره، قلت له اول ما دخلت للزنزانه دخلتني الزنزانه اعتبرت الحيط ديال الزنزانه اعتبرته بحال الام ديالي كتحتضنني. لان البلد ديالي الحمد لله، ودابا جيت لعند البلد ديالي ولاد بلادي قلت زعما غادي يخدموا معايا يعني القانون، يخدموا معايا يعني اقل شيء يعتبروني غير مغربي خوهم مغربي. فمنين دخلوني للتماره هذيك الليله هذيك بدا العذاب الشديد. يعني انا قلت غادي نرتاح من هذوك التعذيب ديال هذوك الشيعه الروافد. من بعد منين جيت لعند هنايا يعني وجبرت اضعاف ديال العذاب. لا حول ولا قوة الا بالله. اضعاف ديال العذاب صراحه. يعني وحتى ذاك التعذيب، يعني حتى ذاك التعذيب اللي عملوا لي والله القسم اذا الانسان يستحي والله الا نستحي نحكي لكم. راه نستحي، راه الانسان والله الا يستحي يحكي هذا الشيء، هذا المنظر اللي داروا الناس تمام. لا حول. مثلا اول ما دخلوني علقوني بعدك، علقوني بقاو كيضربوا لي لحمي كامل رفع الزنقه. علقوا كيفاش علقوا؟ واحد الطريقه كيخدموها، جابوا واحد القنينه ديال الدجاج وبقاو هذه كيحاولوا يدخلوها لي بالدبر ديالي. وهذا الكلام ما فيش الحقيقه. هذا راه انا خصني نسمع العالم اللي يسمع شنو اللي داز عليا. فمنين دخلوا بالدبر تجرح الدبر ديالي تجرح. منين تجرح خرجوا الامعاء ديالي، خرجوا لبرا. لا حول ولا قوة. منين خرجوا جابوا واحد الطبيب ودار لي واحد العمليه جراحيه على اساس انه خيط لي. وراه الطبيب هذا هو بنفسه راه يشوف هذا الشريط هذا وراه يشهد غدا يوم لقاء الله، يشهد انه هو اللي خيط لي ويشهد عليهم انه هما اللي عملوا لي هذا العمل هذا، ويشهد عليهم بانه يشهد عليهم في الدنيا وفي الاخره انه هو اللي جا خيط لي. وقال لي يا ولدي اش عندك؟ قلت له ودي انا ما نعرف انا الدبر ديالي شنو. لان في ذيك الحاله هذيك اغمي علي، لان جاتني الدوخه وغبت. ديك الحاله اللي كان كيدخل القرعه ديك الساعات اغمي علي، ما فهمتش راسي، حتى داوني الزنزانه، فهمت راسي في الزنزانه. من بعد قالوا لي اجي جبرت حرق الالم فيا. بعد داوني ديك المصحه قريبه على الزنزانه وهزوني داوني المصحه اللي قريبه على الزنزانه، وقال لي زيد احدى بشويه، عمل براسك بحال اللي غاساجد، دير براسك بحال اللي ساجد، درت راسي بحال اللي ساجد وبدات العمليه الجراحيه. ومن بعد بقى كيخيط لي. قلت له شنو كدير؟ قال لي راه غير شي حاجه بسيطه، انت فيك بواسه الحقه وكذا وهذه كنعالج لك هادشي هذا. وعاد زيد على هذا 3 المرات هو اغمي عليه. هذه المره هذه في الوقيته اللي بغاو يدخلوا قنينه في الدبر ديالي، والمره الثانيه عاوتاني بقاو كيضربوا لي القلم ديالي، كيضربوا لي القبول ديالي. وهما كيقولوا كيردوا كيقولوا واحد فيهم ذاك القصير. هما جوج اللي حقوا معايا، واحد طويل وواحد القصير. وهذاك القصير راه مكنيين الديب. وانا راه قلت له انتينا مكني الديب كيمسحوا معاه وكيقولوا الديب، لان هما كلهم ما كيبغيوش يفتحوا راسهم بالاسماء. فكيقولوا كيبقاو يناديو بعضهم البعض اما القي او لا مثلا او لا الحاج. فهذاك قال لي كيفاش باش عرفتي الديب؟ قلت له راه سمعت واحد كيمزح معك ان الديب. هو اللي كان كيعدوك؟ هو اللي كان كيعذبني بزاف، هذا اللي يمكن يديب. وراه اللي معاه صحابه اللي معاه عارفين انه يمكن يديب، وراه قصير. انا عرفته غير بالصوت انه قصير، انا ما عرفتش ما شفتوش باللون ديالو. ومن بعد جلسوني في الارض. واحد المره جلسوني في الارض، هذه المره الثانيه اللي غادي اغمي عليا، جلسوني في الارض بحال هذا الشكل هذا، وفتحوا لي رجلي هكا. واحد شد في هذه الرجل، واحد شد في هذه الرجل، وهو بقى كيضرب لي هكا، كيضرب لي القلم ديالي هكا، كيضرب لي واحد العصيه ديال النحاس وفيها المطاط. بقى كيضربني حتى اغمي علي. منين فقت وهو كيقول، قبل ما يغمي، قبل ما ندوخ، قبل ما تجيني ذاك الدوخه، قبل ما نسخف،
هو كنسمعو كيقول راه تلاقيت انا ولادك، هكا كيقول لي راني تلاقيت ولادك في المطار، عندك 5 ديال الذكور وعندك بنيته وحده. اني لاش انت كتجيب هاد الذريه هادي؟ لاش نتوما كتنجبوا هاد الذريه هادي كامله؟ علاش كتنجبوا؟ راه غادي نقطع التصله ديال والدي كامله، غنقطعها في مره واحده. وكيضرب لي الذكريه باش ما نزيدش نولد يعني. علاش شني كنولد انا؟ كنولد المسلمين فقط. شني هو غير هو الا هو مسلم خويا ما خصوش يعمل هذا المنظر هذا. الا هو اذا كان هو ماجور مثلا بالفلوس، واخا كاع يكون بالفلوس ما خصوش يعمل هذا المنظر هذا. راه هذه المساله حنا مغاربه حنا خوت. لا جاد هذا التعذيب هذا كامل، حتى ما وصلت براسي حتى اغنيه عليه. هذا كلام سمعت منه، اخر كلام سمعته كيقول باش نقطع لك السلاله ديال والديك. وهذا الشيء كامل علاش كيسولوك تما في التماره، وعلاش هذا العذاب كله علاش؟ سولوني قالوا لي انت كنت، هذا عاوتاني بالعكس قالوا لي انت كنت جاسوس مع السوريين. هذوك تهموني قالوا لي انت كنت جاسوس مع اسرائيل لانك مغربي، والمغرب راه كتدعم اسرائيل وكذا. هما اللي قالوا لي هذه الكلمات. ومنين جيت لهنا قالوا لي انت كنت مع السوريين، كتدعم السوريين وكتبركك للسوريين وكدير مع السوريين. انا انا انسان بسيط، ما كنعرفش هادشي هذا. كان حتى مستوى الدراسه ديالي يعني مستوى الدراسه ديالي الرابع صغير نهائيا. وانت الا كتشوفها كسروا لي السنان ديالي، السنان ديالي كسروا لي بالضرب. يعني الانسان اللي عايش شحال عنده ديال الشهوات؟ عنده 3 ديال الشهوات. قال له المسكن عنده، كاين 4 ديال المسائل. كاين المسكن، كاين المنكح، وكاين الملبس، وكاين المأكل. 4 ديال المسائل هذو ب4 دمروهم لي انا، ما بقى حتى شي حاجه. دمروا لي المسكن داو لي فلوسهم، دمروا لي الملبس يعني جردوني من الملابس ديالي، دمروا لي المنكح بقاو كيضربوا لي. علاش كيعذبوني هذا العذاب هذا؟ وفي اخر شيء دمروا لي، قالوا لي باش ما ننجبش نهائيا. يعني ما عندي يعني لاش غادي نبقى عايش انا؟ اش غادي ندير بهذه الحياه؟ هذه الحياه اللي غادي الانسان كيعيش باش يتمتع بهاد الربعه هادو. انا ما عنديش هاد الربعه صافي فقدتهم. اللهم نحرق راسي احسن. ابي انا راه صافي غنتظر، ما نكذبش عليك انا والله ما نكذب عليكم. انا عندي من دابا يومين او 3 ايام اذا ما شافوش معنا الحل راه غادي نحرق راسي. وان شاء الله الرحمن الرحيم في سبيل الله يكون خير ان شاء الله. في سبيل الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غنمشي في سبيل من مات دون مظلمته فهو شهيد. هذا هو الحديث اللي عرفوه لنا الاخوه واللي حفظناه مع الاخوه، وهذا هو الحل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشحال بقيتي في التماره هذه؟ التماره بقيت 38 يوم. 38 يوم. هما التماره دوزوا عليا 10 ايام ديال التعليم صراحه، يعني باش ما نكذبش عليهم، والله ما نكذب عليهم ولا نكذب عليهم كلمه واحده. دوزوا عليا 10 ايام ديال التعليم، ولكن خلاوني في 38 يوم باش نبرى، باش ما نبقاش مريض. بقاو كيعالجوني وكيعطيوني واحد البوماده باش تزول داك الكحول. الجلد ديالي كامل ولا اسود، كامل ولا اسود بحال ديك اللون ديال اسود. هو بحال القهوي تقريبا هكا، مايل الزروقه اسود. من بعد قال لي، من بعد جابوني، من بعد حولوني للمعارف، واحد ديك الاداره العامه ديال الامن الداخلي ولا شنو كيسموها. دوزت في المعارف شي 7 ايام. قال لي شوف، قال لي راه غير تقول لنا داكشي اللي قلته في التماره ولا غنردوك لينا. هادشي اللي قال لي واحد الطويل سميتو. شنو غتقول بلي انت كنتي كدعم المقاومه في العراق؟ نعم، هذا هو الكلام اللي انا من بعد، لان في التماره من بعد ما تهموني بالتجسس قلت لهم انا راه بالعكس، انا الوالد ديالي راه خدم في جيش التحرير. والله القصر الوالد ديالي جيش التحرير ما طاو حتى سنتي، والله ما طاو شي سنتي. وعاد مشى هو واختي مشاو للمسيره الخضراء، شاركوا في المسيره الخضراء. يعني احنا شنو غادي نديروا هذا المغرب الا ما ديناش علاش؟ وفي الاخر يبقاو يعذبونا. منين نمشيو ندوروا على لقمه العيش في البلدان الاخرى يجيبوا يبقاو يعذبونا. علاش هذا الشيء هذا كامل؟ شنو السبب يعني؟ شنو يعني شنو عملنا يعني؟ الحمد لله ما عملنا حتى شي حاجه. ما عنديش انا القضيه ديال الارهاب. ما الارهاب هذه انا نرهب خوتي المسلمين. واش كاين شي واحد كيخوف خوتو المسلمين؟ ف فالاسئله اللي طرحت عليا في التماره العكس ديال الاسئله اللي طرحت عليا في سوريا. المهم كيبحثوا شي هذاك. اول شيء تهموني بالتجسس لصالح السوريين. قالوا لي انت كتمشي كتبلغ الاخبار السوريه. من بعد قال لي واش بقى كيجيب لي الاسماء ديال الافراد. هذا الشاب اللي جا عندي جلس في الدار ديالي، وشي اسماء اخرى ما كنعرفهاش نهائيا. قلت له شوف، قلت له انا غير تركني، كتب اللي بغيتي كتبو اكتب اللي بغيتي، انا غير تركني. المهم غير تركني، ما تبقاش تعذبني صافي. بالشي الانسان مليان. وانا والله ما عندي خبر شي حاجه بالله، ولا عندي خبر هادشي اللي بقى كيسالني عليه. كلشي ما عنديش خبر نهائيا لهادشي اللي كيسالني عليه.
هذاك الشيء كلشي مبرر. حتى ملي جيت لهنا السجن سالا قالوا لي اسم عبد الرحمن ديال واحد السيد اخر مشى مات في العراق، وهما جابوك تحت الاسم ديالو، وانا ماشي اسمي عبد الرحمن سميتي بوش حتى انا. هذا الاسم ابا عبد الرحمن كيفاش ابو سعد، لان الشرقيين كيسميو ابو ما تجبرش شي واحد اللي مزوج وما يقولش شي مغربي هذا كان في سوريا سميتو عبد الرحمن مات في العراق؟ هذا الشيء اللي قالوا لي انا، واحد شي اخوه قالوا لي هنايا في السجن، قالوا لي بان الاسم ديالك، الاسم هذا عبد الرحمن هذا واحد اخر مشى لسوريا ومات في العراق. ولكن هما شنو اللي على من كيلقيو القبض دابا؟ اذا جيت تشوف المخابرات لا ديالنا ديال المغرب ولا ديال سوريا ولا ديال العالم تقريبا، انا هادشي اللي لاحظته وبالتجربه ديالي لاحظت المساله هذه، كيلقيو القبض اللي كيدخل قانوني وكيثبت وكيتعدل الاوراق ديالو وكيصاوب كل شيء قانوني وكيسافر قانوني، هذاك هو اللي كيلقيو القبض عليه. اما ذاك المهربين وذاك المهربين ديال الحشيش والمخدرات والمهربين ديال الاجساد والمهربين ديال الارهاب وهذا الشيء والله ما يقدر يشدوه. هذاك ماشي ديالنا، هو اصلا داخل مهرب، كيهرب الا مشى سوريا كيمشي مهرب، مشى دخل العراق يدخل مهرب. احنا اللي كنصاوبوا، احنا اللي صاوبنا الاوراق، يعني الاوراق يعني اوراق قانونيه كتدخل قانوني، هذا كيجيهم ساهل. هذا راه فلان سميتو عندكم في السفاره، الملك ديالو في السفاره عنده ولادو كذا كذا كذا، اجي شبروا كانوا دخلوا باش تعمر به الحزمه، باش تكمل الحزمه باش تكبرها. وفي هذه المعارف هذه من بعد في المعارف في المعارف كاين واحد اول شيء اللي حقق معايا في المعارف اسمه عز الدين، طويل شويه وسمر، وكان كيسب الدين بزاف، كيسب الدين ديالي، كيسب الدين ديال الاسلام، يعني كان كيتصرف معايا تصرف يعني غريب جدا. قال لي شوف، قال لي غير تقول داك الشيء اللي قلته في التماره ضروري واما نرجعوك ليا صافي. انا كلمه واحده خصها، قلت له كتب اللي عجبك. قال لي شنو كتستاذن؟ قلت له انا ما كنستاذنش، قلت له والله ما كنستاذن. قلت له انا كتب اللي عجبك والسلام، غير فرقنا، غير خلينا، غير ما ترجعنيش للتماره، غير كتب اللي بغيتي. خلاوني 7 ايام، 7 ايام. المهم عمرو الدوسي اجي نمضي، قلت له انا ما نمضيش، انا هادشي كامل كذوب. وها هو كيسمع، اذا سمع لهذا المقال هذا راه غادي يشهد لكم، اذا بغى يشهد بشهاده حق، اذا ما بغاش يكذب، لان الكاذب راه اذا راه الكاذب راه ربي غادي يحاسبه. انا قلت له انا ما نمضيش، لان هذا الكلام هذا كله مزور، كله ما كاينش من الدعوه ديالو. قال لي لا، قال لي هذا الكلام قلتيه في التماره ضروري خصك تقولوا هنايا، وكتبوا. وقال لي هادو، بقى كيقول لي شي افراد شاهدين فيك ما شاهدين. قلت له انا شاهدين في اسم عبد الرحمن، تقول انا عبد الرحمن، انا ماشي عبد الرحمن. ومع ذلك كتبوا وحولوني، دوزت شي 7 ايام ولا 8 ايام تقريبا، حوالي 7 ايام هكذا، 7 ايام. من بعد جابوني للسجن هنا. دابا حاليا النتيجه في هذا الاعتقال كله هو انني انا تعثرت يعني في الصحه ديالي، وعندي واحد اطفال مرضوا. عندي الاطفال ديالي كيعيشوا في طنجه، 2 اطفال مرضوا سرطان العنق، مرضوا بالسرطان العنق ديالهم، كثرت الانتقاد ديالهم من الاكل ديالهم الاسفل، كيمشيو يلقطوا الزبل وياكلوه، وكيبغيو شنو غادي ياكلوا، بقاو مسيبين لي، لان ما عندي، لان لا عائله كتجي عندي، لا عائله في المغرب، كلشي خافوا من هذا الملف، كلشي كيجيب وعندي اختي هنا في السلا وما كتبغيش تجي عندي، خافت من هذا الملف ديال الارهاب، كتقول ملف الارهاب. لا حول ولا قوة. فهذيك 2 ديال الاطفال كثرة ما كيلقطوا الزبل، مرضوا بالسرطان في العنق ديالهم. 2 الاطفال راهم كاينين، هذه ماشي غنكذب عليكم، راهم كاينين، مشيو لعندهم لطنجه، راهم كاينين في الشرق الاسماء ديال ديالهم؟ طنجه، واحد سميتو عبد الله، واحد سميتو عبد الرحمن. هذه 2 بيهم مرضوا بالسرطان في العنق ديالهم، والام ديالهم مرضت بفقر الدم وصداع الراس الدائم، يعني ماشي صداع الراس اليوم او يومين، دائم كتشكي صداع الراس ديالها والقرحه في المعده. وكتقول لي دائما، والله القسم كتقول لي دائما، كل ما نهضر معاها في الهاتف كتقول لي، كل ما نهضر معاها كنبغي نتكلم معاها بعد ملي كيكون التغطيه، كتقول لي راه كناكل الخبز غامله، دائما كناكل الخبز غامله، وكيلقطوا ديك الخبز كيمشيو يجيبوها من الزبل وكناكلوها. هذه هي النتيجه. باش نبقى لي، ما بقى لي حتى شي حاجه، لا صحتي لا اولادي لا حتى شي حاجه، لاش غادي نبقى، لا فلوس لا، يعني كلشي مشى. لو كنت اش غندير بهاد الحياه، لاش غندير بهاد الحياه؟ صافي دابا انا كنودعكم والسلام عليكم. وانا كنودعكم، ماشي كنودعكم يعني وداع الدنيا، كنودعكم للاخره، نتجمعوا ونتحاسبوا، كل واحد يحاسب الثاني. لا حول ولا السلام قوة عليكم. إلا بالله.